مسا مسا على الناس الكويسة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل مع بعض. انتوا فاكرين ده كريم كراميل؟ لا، ده مش كريم كراميل. هو شكله يوحيلكوا ان هو كريم كراميل، بس هو مش كريم كراميل. تعالوا نشوفوا عملنا التحفة دي ازاي. اقل مقادير، وطبعا بسرعة جدا وسهل جدا، واي حد يعرف يعمله. طعمه تحفة تحفة تحفة. المقادير معايا ايه بقى؟ الملك بتاعنا النهاردة الكاستر. ايوه، هنعمل اللي انتوا شفتوه ده بالكاستر. معايا كاستر، معايا سكر، معايا علبة كريم كراميل بس مش هنستخدمها كلها. معايا الازازة اللي واقفة البلاستيك دي، ده شربات للزينة مش اكتر. ما تتخضيش يعني وتقولي ايه ده، لا، ممكن تستغنى عنه خالص. انا حطاه هنا عشان ما انساهوش، عشان ازين بيه الطبق بتاعتي. تمام. الاساسي في الليلة بتاعتي ده الكاستر والكريم كراميل تذكرة، ومش هناخدها كلها كمان. معايا حبة لبن دافيين، مش ساقعين قوي ومش سخنين مغليين، عشان الحاجة بتاعتي ما تتكتلش. وهرجع واقولك تاني، معلقة الكسر الكبيرة على كوبايتين لبن، لان ده المقدار الصحي بتاعها. فانا عامله كميه فبحط بالبركه كده. انت الطريقه اعملي نفس اللي مكتوب على البرطمان، لو انت مش بتعملي بالبركه يعني وايدك مش واخده ايه ان انت تعملي كده من غير مقادير. حطيت الكاستر بتاعي في شويه اللبن الدافيين وبدات ادوبهم. هحط ايه معاهم تاني وتدوبيهم كويس عشان الخليط بتاعك يبقى ناعم. اللي هيحول الحلو بتاعك بصوا، ما تبقيش عارفه تاكلي كريمه، تاكلي كريم كراميل. لا، ما تبقيش انت مش مدركه انت بتاكلي ايه. انت بتاكلي حاجه حلوه بس ما انتش عارفه ايه هي. تخلي ولادك يحتاروا. اللي ما بياكلش الكريمه هياكلها، اللي ما بياكلش الكريم كراميل هياكل ده. والسكر حسب الرغبه. انا جبت باكل كريم كراميل اللي هو الكريم بس، والكراميل لوحده خدت نصه حطيته على المقادير بتاعتي. ده لبن بتاعي كان متجمد في الفريزر، لبن بقري مش جاموسي. وحطيته على النار ونزلت عليه بالخليط بتاعي اللي هو عبارة عن كاستر وسكر ولبن بارد وكريم كراميل. خدت نص تذكرة الكريم كراميل. تمام. قلتلك السكر حسب الرغبة، عايزاه سكري قوي هتزودي سكر، عايزاه عادي مش هتزودي سكر. تمام. لو وصلت من هنا يعني لحد هنا في الفيديو اعمل لايك بالله عليك عشان القناة تكبر. اشتركي معانا في القناة كمان. اهو ببدأ بقى اقلب 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 الخليط بتاعك ايدك فيه عشان خاطر يطلع معاكي ناعم ومش متكتل ويكون حلو. بصوا انا هنا بوريكم ان هو بدأ يتقل اهوت وخلاص. يعني في اللحظات الاخيرة هتلاقي الخليط بتاعك تقل كده، تطفي النار وتروحي على طول على الرخامة. اهو بوريكم الخليط بتاعك قوامه تقيل. هو باين، خلي بالكم في المغرفة كمان ان هو خفيف، لا ده خليط قوامه تقيل وحلو جدا. طب انت عملتيه وطلع معاك خفيف، هتجيبي حبه ميه صغيرين تدوبي فيهم كمان معلقه نشا او معلقتين كاستر وتدوبيهم في وتنزلي بيهم على الخليط بتاعك. تركه هيغلي هتلاقيه تقل معاكي وبقى زي الفل، وان شاء الله مش هيبوظ منك. اتبعي بس الخطوات اللي انا قلتلك عليها وهو مش هيبوظ منك. تعالي بقى على الرخامه، جبت الكراميل وجبت التذكره بتاعت الكراميل وبدات في الطبقه بتاعتي من تحت واحط فيها حبه كراميل. ليه؟ عشان ازين الطبق بس مش اكتر. وهي حلو من نوع كريم كراميل بس بايه، باقل مقادير. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى اخد الخليط بتاعي واحطه في الطبق. هتحطيه في كوبايه تحطيه، هتحطيه في اطباق حطيه، انت وراحتك يا قمر. هتكتري كتري وبس بيبرد في ثواني، يعني نص ساعة وتلاقيه. لو حطيتيه في التلاجة نص ساعة بتلاقيه برد وتلاقيه ماسك معاكي وتقدري تاكليه بألف هنا. على فكرة في ناس بتحب تاكله زي ما هو كده سخن. انا عارفة الناس دي وهي عارفة نفسها لما تتفرج على الفيديو يعني. فهو حلو جدا، مش مكلف. اعتقد يعني لو جبت كريم كراميل يعني وعملت كريم كراميل صافي كده هيكلفك، انما ده خليط من ده على ده، تغيير تشكيل. لو كل يوم مرة تعملي كريمة فانت المرة دي مش هتعملي حاجة مختلفة يعني. بألف هنا يا رب على كل اللي هياكل منه. لو وصلت لحد هنا من الفيديو اعملي لايك واشتركي معانا في القناة، اوعي تكوني ما اشتركتيش لسه ازعل منك. اهو ده الشربات بقى عشان يديني برضو ايه اضافة حلوة للكريم. بحاول ازين باقل حاجة عندي يعني. ما عنديش كريم شانتيه عشان كنت زينت بيه على الوش يعني لما يبرد وكده. ما عنديش مكسرات كنت برضو زودت.
اللي عندي بزود بيه وبزين بيه يعني اهو. جربي الطريقة دي وهتعجبك جدا. بس ادتني كمية هايلة، وجربيه بألف ألف هنا يا رب على قلبك.